الحق الوزاره. الوزاره شنو ريتها بقت وزاره. والله مؤمن في الوزاره الخارجيه. بنرجع والله بنرجع. امشي السفاره بتلقيهم مكومين كمان ناس كثير شديد. انت يا جبركه بمناسبه السفاره دي عايزه اقول لك حاجه. انت كمان المفروض تقف مع الجيش وكده يعني وتتكلم وتطلع، يعني ما ممكن تكون كده صمت الظهر وسكت كفرا. يا خبر يهزوا، ما نحن ما عارفين المطر صاب وين كيف؟ صح؟ هي ما معروف. تقيف هنا يقوم ذيك يمسك، تقيف مع دي يقوم دي، نحن نكون في النص، السفير يكون في النص. مثلا الكورة صبت كده تشوتي كي نطلع كي نلغلق ونقول كذا وكذا وكذا وهم الناس كلام سهل. لا هو ما كده، لكن انت بس حدد موقفك هسه في الوقت الراهن ده. دي ما مرحله يا جبركه. تقيفي في النص في الظل في كده بين في الرقراق، مش هتلاقي تخش كي، مش هتلاقي تخش كي، تتكلم عايزين يرشوك. هذا ذاته بيجيب لي روح دعوه. عجيب. الناس في سفر العابدين والله برانا يعني في سفر العابدين متدسين. لا انا ما محددين شلون لو اتكلمتي بتلفت الانظار، ما بيقولوا لك هندا. لا ما بقولوا انت خليك السفير الزوزاي. زوزي لهم بس حاجه بسيطه. بيجيب لها بس خليه قاعد كده ما شاء الله شقه ظريفه وقاعد لي في ناي وعربيه وسواق وريشات يودونا هناك في الحر. هيا جبركه اسمعني كده، خليك من الحر. الحر جايك بالمناسبه. انت كسفير مفروض هسه تشوف ناسك الواقفين ديل طوابير وناس كتار ويكوركوا ويجوطوا واقفين في الشمس. يدفعوا يا خبريجو، المفروض يدفعوا مواطنين دارين جوازات. يدفعوا ولا ما يدفعوا؟ يا جبركه يدفعوا لك شنو كمان؟ يكسروا يا جبركه. هو الناس جايين بعدين مساكين وناس متغربين وتعبانين والله. العالم كله ماشي كسران. يا جبركه انا كسر شنو؟ اجيب من وين؟ اجيب من وين؟ نشحت يعني يغمتوا ليه غيموتات وكده؟ غيموت ما كده، بس باعتبار تسهيل اجراءات. يعني نحن بنسميه تسهيل اجراءات، يعني تقعد في الصفوف وتقعد الشارع ادفع عليك جبركه. حاجه بسيطه. عين عليك الله طلبتك بالنبي ديل ما هنا يا جبركه. ما ناس غربة ما جايين من كوكب ثاني. خريجوا في رقناقه زي الموظفين عندي في السفاره ديل ما تطلعوا يا اخي. انا دار امشي بعد ده. يدفعوا بس يا اخي يدفعوا، ما في اي حاجه غير دفع. والله قاطعين قلبي يا جبركه، قاطعين قلبي من جوا. جانا منو؟ ليش كمان؟ كون زول من اهلك وحاضر. يكون البنغالي بتاع المويه كده افتح لي الباب وجهي. امشي كلامك كتير. امشي تعال يا امشي مالك هاي امشي خشي. مرحبا يا اخي مرحبا. جرس ما تعرف الجرس ما هندبي جاي. مرحبا بك يا اخوي. اهلا وسهلا مرحبا. سعد السفير. سوداني اهلا وسهلا. تفضل. الله يبارك فيك يا اخي. مرحبا بك. الله يسلمك يا اخي. جاي من وين يا اخوي؟ الله يبارك فيك يا اخي. ما قلت 14 الله يبارك فيك ومرحبا بك. ما بخش طوالي في الموضوع. الله يبارك فيك يا اخي. كيف حالك؟ الله يسلمك يا اخي. ان شاء الله تمام. سعد السفير كيف؟ الله يبارك فيك. ان شاء الله طيب يا اخي. يا اخوي سلمت علي بلد فيها امراض. الله يبارك فيك. هاي دولة غافستان دي الايام دي قالوا في فايروس صافي، ما بقدر اسلم عليك. انت منو داير شنو؟ والله يا سمعت يا سعد السفير، يعني احنا سامعين بك والله سامعين بسيط. ما لازم تسمع بي، ما انا سفير. وسمعنا بكرمك الفياض وتعاملك الجميل. يعني ما تخش في الموضوع طوالي يا اخي. من جد قعدنا اهلا ومرحبا ومرحبا واهلا ومرحبا به شنو؟ يعني بس عندنا هو المشكله البسيطه دي كده. عندي طبعا الجواز، موضوع الجواز يعني، وعندي مشاكل في السودان وعندي ولدي داري يعرس. ماشي احل المشاكل اللي وجهي. الجواز ده له شهر قريب شهر يعني. لا ولدك داري يعرس وعندكم اعراس. انا المعزوم بتاعكم؟ انا نسيمكم؟ انا ابو العريس؟ لا ما كده. طيب يا اخي جاييني انا بصفتي شنو يعني؟ جواز ما تدفع يا اخي، ما كسره بسيطه يعني تتفور وخلاص. ما طورت الحكايه دي. طورت الحكايه. دارين الصهود انتوا دارين الوقوف ودارين تعملوا لنا فضايح. انتوا بدل تدفعوا الواحد ما وفي زول قاعد بورقه بيتجمع ادفعوا ليه؟ ادفعوا ليه عشان تسلموا الوضع صعب يعني. الوضع صعب. انا اسوي لكم شنو؟ نحن ذاتنا موضوعنا صعب. خلاص اجيب في الصف يا اجيب في الصف هناك في الولايه. قوم يا اخي قوم يا اخي لما تعطني يا اخي. يا اخي انا اول شيء ما وزير، ان شاء الله ابغى وزير عشان اقول لكم ما تساووا انا اي بس خلاص اتفضلين برا معلش. تفضلين انت اديني فرصه. الله برا يا اخي الله برا يا اخي. بلا فرصه بالعافيه معاك. يلا قوم يا عفن يا اخي خارج برا. يلا انت كده اسمع يا زول امشي يا الله برا يا اخي. بدفع قلت لك ادفع خلاص. امشي الورقه بتلقى الولد قاعد برا هناك. سرب جنبك هنا. اسمع كلامي. ما دار اسمع بس ما دار اسمع. امشي ووصف لك بيتي من ذات. امشي يلا بالعافيه. يوك في البيت كمان ما بفضلون هناك جايين تنطرون في البيوت. يا غابريزو هاي جبركه. خلاص انا مشيت. هاي تعال نشرب لك عصير. ما داري يا عصير بطني طمت. سوداني من الصباح جاني في البيت. خلاص تمام ان شاء الله بنظبطها لبكره باذن الله. مهند اصفر.
أما عمر يا خلينا نشوفك يا أخي. شفت الزحمة البرة دي؟ يا أخي مبالغة عليك يا. انت عارف يا مهند الناس البرة دي كلهم بتاعين جوازات وعندهم اجراءات. سعادة السفير قال ما تشتغل لأي زول، أي زول عايز يشتغل له يصبر شوية. صبر شوية شغال بالكسر. والله أنا ما أعرف الزول ده هيوصيني لوين. أنت لو ما شالونا السفارة دي صرت تنتهي والله. إن شاء الله يشيلوه، الزول ده كرهنا عديل والله. يا أخي عجيبين يا أخي. جاتهم صغيرين متخلفين. 14 نفر يا أخي ما قادرين يسووا شيء. شو عاد داير شنو كمان؟ هقول لي رزقين نفر رزق بس واحد. هقول لي بنكك. لكم منين عندنا شو؟ دكتورة هدى يا سعادتك كيفك؟ الحمد يلا تمام. يا مالكم؟ سعادتك اسمع كلامي. آي. الناس دي برا كثيرة، نحن لازم في أسرع ما يمكن نحل موضوع الجوازات دي. الناس دي ويكون بيحبوا اللياقة ما يدفعوا يا أخي. يقول لكم حق الجواز أخذتوا في حاجة بس ما في حاجة يعني يدفعوا. نحن عندنا مواقف عشان تعبانين ظروف. انت هسي اللي مرتبك ما وصل متأخر يدفعوا يا أخي يدفعوا، لكن مواطنين لوايق وجابوا لي شنو واحد تلقيه قاعد من ظل وداير يطلع الجواز لي. يا سعادة السفير الكلام ده ما صح، ونحن قاعدين في بلد غريبة، نحن لازم نقف مع الناس دي لأنه منظرنا ما جميل وما حلو. ما عارفيننا، نحن عارفيننا عندنا عذر عندنا حريم. الناس كلها عارفيننا ما في حاجة، بس شنو انتوا مروا بالحرس كل مرة يوزعون يعني قولوا قفلوا قولوا السفير سافر الحج العمرة أي حاجة قولوا مشوا عندهم أي حاجة. المهم خارجية أسختي عليكم السلام. أنا سيادتك أنا تقرأ يا سيادتك. ها؟ أي مرسلان سوي شنو؟ لا يا سيادتك البرسودان لقوا في حرب بسم الله مشغول. ما هي السفارة موجود. أبلغ السفارة اللي شنو يا اخوان؟ لا ما انا حرتك يا سيادتك. ما انت ما فهمتني. الو يا سيادتك. الو خلاص قبل علي. قال لي ابلغ البرسودان في الحرب اللي شنو؟ عادي طبيعي لازم تمشي. لا ما انا لو مشيت بالسودان بيحكوها معي. انت لازم تمشي يا سيادتك. لو علي الطلاق ما بمشي. علي الطلاق انا بالسودان ما بمشي. عشان يقولوا لي جبتها وديت شنو سويت شنو. لا بالله وقعدت هنا وبعد شويه دخلوك تحقيق يا اخوي قبل بس سبوت هنا ده بس الصوره ماشي. انت حر يا سيادتك. هاي على كيفك. كتار شديد برا كتير خالص وكلمتك ونبهتك فيه. صغيرين يا اخي صغيرين. انا والسوشيال ميديا يا اخي. ليلى يا سماح عندي لك خبر ب1,000,000 جنيه. قول. لا لو ما دفعتي ما بدي كيلو. يا أخي بطل صراحة قول عليك. ليلى سعادة السفير جبريل شعلو ضح قول علي خبر ب1,000,000 جنيه. والله دي تبارك كرامك. ها وجابوا منه؟ كلفوا دكتورة هدى بأعمال السفارة لغاية ما يشوفوا لنا سفير جاي. الحمد لله فكينا من أكبر عارض. خليه يمشي يا أخي. الغريب بقدر ما فتشت لي ما لقيته ما عارفه مشى وين. مشى وين؟ وتجيبوا 14 كيلو لحمه ومرقه ورز. كتر الرز معاك ها. وجيب السلطات دي عشان شنو الناس اللي بدوا يشتغلوا. بعد ده ما ممكن يا اخي تاخرت. يلا سخيف انه فرقات. سعادة السفير؟ هاي مرحب يا هو ذاته. جابك هنا شنو؟ اكل العيش والله يمر. ونحن يا اخوي بلد دي ما طالع منا 100 مرة بس. ما تعيني
يعني ما تتخارج يا اخي. يعني شديد ذا السفير. الملح